أما وإنه جبنا سيرة الانتقاد، فعزيزي المشاهد لعلك علمت أن لدينا اتحاد كورة، وعندنا لجنة مسابقات، وعندنا لجنة حكام، وعندنا دوري شغال في قلب ما احنا بنشوف كل دوريات العالم شطبت. احنا الدوري الوحيد على مستوى العالم اللي شغال وبيلعب، ونيجي ونتكلم ونقول احنا ما بناخدش بطولات مع المنتخب ليه؟ بطولات ايه يا جماعه؟ بطولات ايه يا جماعه ولاعيبتك بتلعب سنه ورا سنه ورا سنه متصلين في بعض؟ بطولات ايه يا جماعه؟ بطولات ايه يا جماعه وانت ما عندكش بنص جنيه، بنص جنيه ضمير وذمه تقول انه الاتحاد ده والمنظومه دي ما ينفعش تدير الكره المصريه؟ ما ينفعش، خلاص ما ينفعش. كم من الاخفاقات الغير مسبوقه لاي اتحاد ولاي منظومه مسكت الكره في مصر قبل كده. عد، مع المنتخب، مع الانديه، مع اللعيبه، مع اللعيبه. تسليمه محمد صلاح اللي في افريقيا المره اللي فاتت دي تحسب وتتحسب كذنب كبير جدا للمنظومه دي الفاشله، المنظومه الفاشله. وتعالى ادي لك حته من على طرف المعلقه. امبارح طلع قرار من الاتحاد الافريقي لكره القدم بانه والله يا جماعه عاوزين الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه الاربعه عاوزينهم اخركم يوم 7. فكان رد الاتحاد المصري ايه؟ والله يا جماعه احنا هنبعت لكم للانديه بس خليها ليوم 16 عشان الانديه تكون استكفت مباريات الدور الاول. فكان رد الاتحاد الافريقي ما ينفعش يا جماعه، احنا عندنا بطولات والبطوله دي هتتلعب في ميعادها، في رعاه، في اعلانات، في قرعه بتتعمل، ما ينفعش. فايه بقى الحل؟ حلها، حلها. انت دلوقتي عندك لحد يوم 17/7 لعب في مباريات الدور الاول بس. بس انت ما عندكش مباريات غير دول بس، وبعد كده تكمل الدور الثاني. ولكن انت حطيت نفسك في قاعده شاذه انه انت الدوري الوحيد على مستوى العالم اللي الفرق الاربعه بتاعتك بتروح من الدور الاول مش من الدور الثاني.